السلام عليكم. السيجار بالحوت رائع جدا. كما كتشوفوا منظر وشكل ومذاق تبارك الله ما شاء الله، وصفة رائعة قدمتها لكم واحد الاخت. نتمنى لو انكم الا عرفتوا صوتها كتبوا لها في التعاليق شكرا. من الصوت ديالها غادي تعرفوها شكون هي. مفاجأة ليكم ولي حتى انا. دابا نخليكم معها ومع المقادير وشكرا ليها. السلام عليكم الاخوات. بغيت نشارك معكم واحد لي سيكار او بديل سيكار ديال الحوت، يعني بديل ديال الورقه غنديروهم بليشو اولا بالملفوف. كنحتاجو في هذه الوصفه الحوت اللي بغينا، اللي اختار اللي تعجبنا نديروه. عندنا هنايا الفرخ، عندنا الكالامار، عندنا الكروفيت، عندنا لي شامبينيون نوار، عندنا شويه ديال الزبده، عندنا فلفله حمراء وخضراء مشويين، عندنا شويه ديال البورو، عندنا هنا لقامه اولا العطريه باش غادي نشرملو هذا الحوت هذا. عندنا شويه القزبر، نعرفوا الحوت كيبغي القزبر، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال العطريه ديال الحوت، شويه ديال الثومه، شويه الهريسه، قزبر معدنوس مربطين، القزبر غالب على المعدنوس، الفلفله مشويه نيت، والحامض مصير. عندنا الحامض معصر وزبيته العود. وعندنا هنايا الملفوف، يعني باش غادي نلفوه بلاصه الورقه، لان حنا عندنا مقاومه الانسولين وتشحم الكبد، ما يمكنناش ناكلوا الجلوتين، فغنلفوهم في ليشو اولا المكور اولا الملفوف. هذا يعني سلقته في الماء، يعني الكره مكموله كنحيدوا لها الراس ديالها اولا القلب، وتنحطوا في الماء غليان بشويه الملح والخل، وكنديروها يعني تسلق. كنبقاو نحيدوا ورقه ورقه باش ما يتهرسناش. نخليكم مع غادي ناخذوا هاد لي زيبيس هادو كاملين وغندوزوهم في لاشوار مع زويته ديال العود ومع الحامض يعني معصور، ومن بعد غادي نتلاقاو في طريقه تاع التحضير. دابا غنشحروا كل حاجه بوحديتها. غنديروا شويه ديال الزبده، غادي نشحروا بالزبيده كل حاجه من هاد الحويجات اللي حاطين. غادي نشحروا كل حاجه بوحديتها. هنا درنا شويه ديال الزبده، غادي نرمي البورو، من بعد ما هبط البورو ما غندير لا ملح لا والو، لان دايره العطريه ديال السطيله مالحه، ودايره الحامض، ودايره الحامض مصيه حتى هو مالح، فما غاديش ندير. غناخذ هذه هي الشرموله اللي قلت لكم درتها في لاشوار، فيها فلفله حمراء مشويه، فيها الحامض مصير، فيها لي زيبيس كاملين اللي حطيت باش ما نبقاش ندير كل حاجه بوحدها. كنخلط كلشي في لاشوار وكنبقى نهز. غندير واحد المعلقه هنايا غنشرمل به هاد البورو. انا غنشرمل كل حاجه بوحديتها ونحطها في واحد زيفه كبيره، ومن بعد عاد نخلط. شحال ندير وما نطيبش كلشي بزاف، لان باقي تابعو نطيب في الفران، غير شويه يتنسمو وصافي، لان تابعو مازال طيب في الفران. دابا غندير الفرخ حتى هو بنفس الطريقه، حتى هو ما غنديرش الملحه، صافي العطريه اللي عندي راه فيها كلشي. نحاول نجهز البوطه شويه للعافيه، علاش؟ باش ما يطلقش ليا الماء. حتى هو ندير له شويه ديال العطريه اولا الصرمونه باش يجي منسم ما يجيش باسل. دابا غادي نسم الكالامار، هو بنفس الطريقه. الكالامار حنا عارفينه ما يعطيش طياب بزاف لان كيولي شويه قاصح. دابا غادي ندير الشامبينيون نواغص. ما يمكن تزيدوا الكميه، انا هادشي اللي عندي دابا، وكان عندي اكثر غنزيد، ولكن هادشي اللي توفر ليا. ها هو يتشرمل باش يجي شارب العطريه اللي درنا في الحوت تماما، حتى حاجه ما تكون باسله.
دابا بقات لنا غير هاد الفليفله حتى هي غنشرملوها، ما نحطوهاش هكا، واخا هي مشويه ونشرملوها باش حتى هي تلذذ بالعطريه اللي درنا. من بعد ما جمعنا كلشي في هذا البول هذا وخلطنا، يعني المنظر زويون، ما محرومين حتى شي حاجه، يعني الخضار حمار بيض الشامبينيون نوار. بغيتو ديروا حتى هذا الفطر الابيض حتى هو ماشي مشكل، بغيتو ديروا يعني المعلب حتى هو ممكن. ومن بعد غادي نعمرهم هنا في هادو في الوريقات ديال ليشو. نكملوا الوصفه معكم ان شاء الله. من بعد ما شحرنا كلشي، دابا غادي نبدا نعمر في هاد الوريقات هادو ديال حاولت نعزل غير داك الوريقات الدخلانيين اللي رطبين، ما ناخذش داك اللي على برا تيكونوا خضرين وغلاط، وحيدت ليهم هذا الجدر ديالهم اللي تيكون غليظ، هذا تتسلق يعني تغلى في الماء. حيدته في الاول قبل ما نديرو في الماء غليان. غنهز واحد الكميه وغادي نلوي على شكل ديال السيجار اولا البريوات، راه كلشي تيعرف تبارك الله، ما غنحتاجوش نقول لكم، كلشي تيعرف يلوي السيجار ديال الحوت هكا. نحطهم على جنب بحال هكا. غادي نعاود معكم نلفها مره ثانيه، لفوها من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، مني ما ارتاحيتو ماشي مشكل. غادي نحط كيف قلنا الحشوه لداخل، غادي نلف ونحطهم على جنب بحال هكا. غادي نعاود معكم نلفها مره ثانيه، لفوها من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، مني ما ارتاحيتو ماشي مشكل. غادي نحط كيف قلنا الحشوه لداخل، غادي نلف هذا الملفوف وغادي نروليه هكا. جاكم هذا كتير ممكن تنقصوه ماشي مشكل، بحال دابا هنا ممكن ليا نقص انا هذا ونحط هنايا ونحط لي سيجار. غنكمل معكم كلشي الاخوات. من بعد ما عمرتهم هاني هنايا، يعني هادو ديالي غنديرهم بالدهون الصحيه، يعني الشحمه اللي عندي مصوبه ومذوبه مع زويزات العود وغندخلهم الفران. ملي غنبغي نخرجهم غندير فوق منهم يعني الموتزاريلا. هادو بالنسبه ديال الا بقات لكم ممكن ديروهم على شكل ديال كاطا، المهم هادو غنخليهم لبنتي حيت قالت لك ماما ما ناخذش انايا فيهم الشحمه، فغنخليهم ليها. درت فوق منهم ديك لاصوص ديال الحوت اللي شرملت فيها الحوت، وغنخوي لها فوق منهم حتى هما الفرماج، ونتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي. الاخوات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. انا فضلت نحطو مع شويه ديال الطماطم، شويه ديال الحامض، شويه ديال المعدنوس، وزينتو شويه ديال الحار. نتوما حطوه كيف ما بغيتو. اللقطه اللي كانت عندي غنخرجو من الفران ندير له الموتزاريلا ما مشات ما لقيتهاش، فكنتمنى يعجبكم الطبق وشهيه طيبه. شكرا.